السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة نجوم ومشاهير. المرجو الاشتراك والضغط على جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. عقب الجدل الكبير الذي أثاره منشور سابق للشرطي هشام الملولي الذي عمد على نشر فيديو جمعه بالفنانة دنيا باطمة، اضطرت الأخيرة للخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة المنشور الذي تقاسمه الملولي عبر حسابه على الانستغرام. واختارت باطمة خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام من أجل إزالة اللبس حول التدوين التي أرفقها الملولي لفيديو جمعه بها، والتي جاء فيها باطمة ديالي الله يجمعنا في الحلال إن شاء الله. وجاء في رد باطمة كيقول لك واحد المثال: دير الخير تلقى الشر، وإذا الشيء زاد عن حده وجب علي التوضيح. أنا كفنانة مغربية بنت حي شعبي معروف عليا الابتسامة ما كتفارقنيش وما متكبراش نهائيا. واش هذا غلط؟ ما عرفش صراحة. آخر حفل وقع واحد الموقف، واحد الشخص باغي يطلع يتصور وبقى فيا ما خلاوش سيكوريتي. قلت ليهم ماشي مشكل، بحالو بحال غيرو، رحبت بيه. طلع دار فيديو وسط الازعاج والصداع، وقلت له شنو سميتك، حيت اذا هو كيسحاب له معروف وانا ما عرفتوش. وتابعت حاجة عادية، قال لي الاسم ديالو، عملت له إهداء يمكن ما تقبلش أنني ما عرفتش اسمه، فحول الفيديو إلى فيلم قصير من تأليفه. من بعد اكتشفت أن هذا إنسان معروف وكيموت على البوز الخاوي. واسترسلت قائلة: كتب تدوينة يمكن ما عارفش خطورة داكشي اللي كتب، حيت واحد معمي خاصو الصرف والبوز فقط، ولكن ماشي على ظهري أنا. دخل في الطريق الغلط مع الشخص الغلط اللي ما كيسكتش على حقه، وماشي حيط قصير اللي جاي نقزو. ومن بعد عرفت شكون مصيفطو وعرفت الغاية من الموضوع كامل. إنسانة مستهدفة في هذا الوقت بالضبط. وأضافت: المهم كل من تخول له نفسه أن يتعامل بهذه الطريقة اللي كنسميها قلة الترابي وقلة الآداب. واحد مطلعينو يتصور بحال أي فانز ولا باغي يتزوج كاع بسالة ودسارة وقلة الوعي. اللي ما مربيش غادي يربيه القانون. راه ما كايناش سيبة في البلاد. ممكن بعض الأمور ندوزهم بمزاجي، وأشياء ما كندوزهاش حتى كنطرق عليها، وتكون عبرة لمن لا يعتبر، وذلك النوع بالضبط يستحق القمع فعلا. وختمت تدوينتها الطويلة بهاشتاغ حلم على قدك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساونيش من لايكات ديالكم فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.